شايلة طاجن ستك ليه؟ يلا نزليه وهقولك تعملي ايه. هنعمل النهاردة بقى الترند الخطير، كريب دبي ترند بلبن اللي مكسر الدنيا، وهنعمله بطريقة سهلة جدا ومكوناته بسيطة جدا جدا، وكمان سريع قوي ما بياخدش وقت خالص. بجد لما تجربيه هتبطلي تشتريه من بره تاني وهتعمليه في البيت على طول من حلاوته وسهولته مفيش بعد كده. ويلا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هنعملها الكريب، هنحتاج كوباية لبن، كوباية دقيق، بيضاية واحدة، ربع كوباية زيت، رشة ملح، معلقة كبيرة من السكر. هننزل بالبيضة في البولة ونحط عليها السكر وهنقلبهم كويس لحد ما السكر يدوب. ودلوقتي هنزل بربع كوباية الزيت وهديهم تقليبة، وبعدين هنزل باللبن وهقلب تاني، وبعدين هنزل بكوباية الدقيق وهنقلب كويس. وطبعا لازم نقلب كويس علشان ميبقاش فيه اي كتل او كلاكيع في الخليط. هنديها بقى رشة الملح كده في الاخر، وممكن تستخدموا الخلاط يا جماعة هيبقى سهل عليكم واسرع. حسيت ان القوام لسه تقيل شوية هضيفله ربع كوباية من المية وهنديله تقليبة كده سريعة، وبس كده بقى الخليط جاهز معانا. هو بيبقى الخليط خفيف زي ما انتوا شايفين. طاسة بقى على النار وتكون سخنة وغير لاصقة، هننزل كده بقى بشوية من الخليط وهنوزعهم على الطاسة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يمين وشمال كده لحد ما الكريب يتوزع كويس. واول بقى ما يبدأ ياخد لون كده من على الجناب هيبقى كده دخل في السوا، ونبدأ بقى نسلكه من على الجوانب كده بالسباتيولا بس بالراحة علشان ما يتقطعش مننا. واول كده ما يعمل بلالين كده في النص زي ما انتوا شايفين هنستنى شوية صغيرة وبعدين هنبدأ نقلبه. بصوا شايفين البلالين هنا بقى هنقلبه بالشكل ده، هنلاقيه كده اخد لون من تحت، وبعد ما قلبناه هنلاقيه عمل بلالين تاني، يبقى هو كده اخد لون من الناحية التانية. شايفين بقى شكله حلو ازاي؟ هنعمل تاني، هنحط شوية كده من الخليط ونبدأ نوزعه على الطاسة، ونبدأ بقى نسلكه من على الجوانب ونستنى شوية هتلاقيه طلع بلالين كده من النص. هنبدأ بقى نقلبه ونستنى شوية هنلاقيه عمل بلالين تاني كده صغيرة، يبقى هو كده اخد لون من تحت. وبس خلاص، هو ده يا جماعة الكريب، سهل جدا وما بياخدش وقت خالص. تعالوا بقى دلوقتي نجهز الكنافة. اول حاجة عندنا كنافة مفتفتة، وتكون مفتفتة كويس جدا، هنحطها على النار مع معلقتين من السمنة ومعلقة من الزيت، وهنقلبها كده لحد ما تتحمص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب بقى زبدة البيستاشيو ونضيفها على الكنافة، بس طبعا نستنى لما الكنافة تبرد علشان ما تعجنش منك وتفضل مقرمشة ولذيذة. وده شكلها بعد ما اتقلبت مع زبدة البيستاشيو. هنجيب بقى الكريب ونحط الكنافة كده في النص وهنقفلها من الجناب ونديها لفة والتانية، وعشان تطلع معاكي زي بلبن بالظبط هنجيب بقى اي كده صينية مستطيلة او علبة عندك تكون نفس الشكل اللي انت شايفاه ده، وهنحط فيها كده الكريب بعد ما لفيناه، وهنكمل بقى بنفس الطريقة لحد ما الصينية تتملي معايا. والمقادير يا جماعة اللي احنا عملناها مع بعض هتعمل معاكم 5 كريبات بنفس الحجم اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو حابين تزودوا عن كده تقدروا تضعفوا المقدار زي ما تحبوا. وبس كده يا جماعة، الصينية اتملت معايا وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب بقى سكينة او قطعة البيتزا ونقسمها كده نصين بالشكل ده. هنجيب بقى الشوكولاتة ونغرق بقى الكريب بالشوكولاتة، وبعد كده ما تغرق معانا بالشوكولاتة وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جبت بقى شوكولاتة بيضة وعملت دواير كده بشكل عشوائي، وكمان صوص شوكولاتة عملت بنفس الطريقة دواير عشوائية. وهجيب بقى خلة وهعمل برضو دواير بشكل عشوائي،
طبعا بلبن ما بيعملش فيها اي شكل، هو بيحط عليها الشوكولاتة البيضة كده ويسيبها، واحيانا كمان ما بيحط الشوكولاتة بيضة خالص. تقدروا طبعا تعملوها بنفس الطريقة لو عايزين، بس انا طبعا حبيت احط التاتش بتاعي، وبصراحة طلع شكلها حلو قوي قوي زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى الحلاوة؟ تحفة بجد. تعالوا بقى نشوف شكلها عامل ازاي من جوه. طبعا الشوكولاتة لسه سايحة، فتقدروا تحطوها في التلاجة لحد ما تمسك نفسها شوية، بس انا مستنتش، وبصراحة شكلها لذيذ قوي قوي كده، والشوكولاتة سايحة ونايحة، والكنافة كده مع البيستاشيو حاجة كده بجد رهيبة. وكده بقى عملنا الترندات، وفي البيت عملنا مع بعض قبل كده شوكولاتة دبي، وكمان عملنا كيكة الهبة، ودلوقتي عملنا كريب دبي. هسيب لكم لينكاتهم تحت الفيديو، بجد لازم تجربوها، هتنبهروا بيها. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، ويلا جربوها وهتدمنوها، مش هتبطلوا تعملوها ولا تاكلوها. ما تنسوش تشتركوا في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.